السلام عليكم أصدقائي، ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الإخبارية جذور. سوف نشاهد في هذا الفيديو تعليق إعلامي مصري غير راضي عن نتيجة مباراة الأهلي والوداد التي انتهت أطوارها في القاهرة بفوز الأهلي المصري بنتيجة هدفين لهدف واحد لصالح النادي الأهلي المصري، حيث يخاف الجمهور المصري من لقاء العودة بالدار البيضاء الأسبوع المقبل، وكان يتمنى الفوز بالقاهرة بنتيجة أكبر. نترككم الآن مع مشاهدة التعليق المصري وفرجة ممتعة بإذن الله. كابتن حماده، يمكن النتيجه بالنسبه لك ايه؟ غير جيده. يعني الاهلي فاز وكل حاجه، ولكن مع فريق تقيل زي الوداد ورايح ملعبه وماتش نهائي. لا، لو اي فرقه ثانيه غير الوداد ممكن اقول لك ممكن الاهلي يبقى فيه امل ان شاء الله، بس باذن الله يبقى فيه امل. طبعا الاهلي قادر يبقى متواجد في النهائيات بشكل كويس، ولكن الاهلي بدا المباراه بشكل جيد جدا، مفيش جز نبض، ابتدى يعمل ضغط من قدام. فريق الوداد عمل تكتل دفاعي قوي جدا، ما كانش فيه حلول غير الحلول الفرديه اللي شفناها من بيرسي تاو وحسين الشحات. قدروا يحلوا في مناطق مع تكتلات دفاعيه، قدر يخلقوا فرص للتهديف كتيره. يعني يمكن كهربا ضيع واحد زي ما قال الكابتن فاروق. الهدف اللي جه عن طريق حسين الشحات اللي عمل حل فردي لوحده، قدر يرقص وعمل كره جيده تشيب باص لبيرسي تاو متواجد في مكان كويس. الاثنين كانوا عاملين خطوره قويه جدا، وكان مساعد النادي الاهلي الضغط اللي عمله من اول مباراه. قدر يستحوذ على المباراه بشكل جيد جدا، وقدر يبقى هو المسيطر على المباراه. انا شفت الشوط الثاني فيه تراجع من النادي الاهلي شويه، يعني كان لازم يكمل الضغط بتاعه. مع لازم اذاكر ماتش الوداد وصن داونز. في صن داونز لعب برضه تكتل دفاعي، وابتدى يعمل هجمات مرتده عن طريق المترجي. لعب كويس جدا. يحيى عطا الله الجنب الشمال من يحيى عطا الله بيشتغل، عاملين جبهه كويسه جدا في المرتد. الراجل راس الحربه اللي هو السنغالي بتاع الوداد اشتغل كويس جدا بالالعاب الهوا. يمكن شوبير طلع كوره جيده جدا جدا، كان هدف. كذا فرصه اتيحت للوداد اللي هو يرجع المباراه في وقت ضيق قصير. يعني بعد الدقيقه احنا جبنا الهدف الثاني في الدقيقه 59. خلاص دخلنا في كان لازم امشي بالسيناريو كان لازم ده. يحصل. انا مسيطر بالسيناريو ده. ما غيرش السيناريو بتاعي في طريقه اللعب. خطتي لقيته راجع فيه تراجع شويه، فيه هدوء. لا، انا كنت لازم اعمل الضغط ده، ما اديش فرصه ان هو يقدر يصنع لعب. نص الملعب جيد جدا بتاع الوداد، بيمسك كوره بيستحوذ عليها كويس، وعنده سرعات على الاطراف، بينقل الهجمه بسرعه. وابتدى يعمل تكتلات دفاعيه، وانت قدرت في التكتلات الدفاعيه تجيب هدفين. كنت لازم احافظ على وسط الملعب. في حصل خلل عندنا في نص الملعب. الهدف اللي جابوه كان هجمه مرتده في مساحات موجوده بشكل كبير بين محمد عبد المنعم ومعلول، حته فاضيه كبيره. الراجل قطع بشكل جيد جدا، وعملوا ارتداد هجومي قوي جدا داخل ال 18. قدروا يسجلوا. يمكن الكره عدت من واحد والثاني وجات لواحد سهل جدا. انا حسيت ان الدفاع مكشوف. يعني في الهدف اللي حصل حسيت ان في خرم في الدفاع. بص، مشكله النادي الاهلي عنده مشكله في الكره العرضيه، بيشكلوا خطوره. الميزه عند الوداد بيعمل الكره الثابته بشكل جيد جدا، عشان عنده اطوال وعنده الناس تحركات. تمركزات النادي الاهلي في الكره العرضيه بتبقى صعب جدا. المباراه هناك طبعا يمكن النادي الاهلي لما طلع ثاني مجموعه ما خدش ميزه اللي ياخد النهائي عنده في ملعبه. الوداد كان اول مجموعه، فالقرعه تسمح له لو وصل النهائي يبقى عنده في ملعبه. برضه الاهلي التعثرات اللي حصلت في اثناء المجموعه وطلع ثاني المجموعه يمكن اثرت بشكل كبير في المباراه النهائيه. الاهلي طبعا عنده عمل. يمكن فاجئنا ساعه الصفاقيس لما تعادل 1-1 هنا وراح كسب هناك. الاهلي قادر يرجع بشكل كويس، بس فرقه تقيله فرقه الوداد. يمكن لما الوداد كسب صن داونز انا كنت قلقان. يمكن صن داونز بيلعب كره للمتعه، بيلعب كره حديثه، ولكن عنده مشاكل دفاعيه كبيره. الوداد بيعرف فرقه تقيله، بتعرف تقف كويس جدا، بيتمركز كويس. يمكن اقول كلمه عن المدرب بتاعه الجديد. انت عارف جريدو كان ماسك الفرقه دي، وبعد ما وصل للنهائي اقالوا جريدو وجابوا المدرب البلجيكي ده. المدرب يمكن المباراه الاولى ما كانش ظاهر قوي بصماته، لكن مباراه سان داونز ظهر بصماته. عرف يقفل خطوره سان داونز بشكل كبير، وعرف يلعب الفريق بشكل كبير.